بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك مباراة القمة ما بين الاهلي والزمالك هتبقى خلاص دايما في السعودية، وكل موسم هتبقى في السعودية سواء سوبر كاس دوري، علشان تركي آل الشيخ عاوز الاهلي يكسب، وجمهور الاهلي مبسوط ان المباراة تبقى في السعودية علشان يكسب، وإدارة الاهلي مبسوطة ان المباراة في السعودية علشان يكسب، وهم فرحانين ليه في السعودية. ولكن الزمالك هيروح يلعب في السعودية غصب عنه. عارف انت شغل المؤامرات ده؟ مش شغل مؤامرات، ده شغل هطل. الكلام اللي انا بقوله ده كله هطل في هطل. يعني احنا هنروح السعودية غصب عننا علشان نلعب قدام الاهلي، وبعيد عن ادائنا الفني بقى سواء حلو او وحش، احنا كده كده هنخسر. ليه؟ علشان تركي آل الشيخ بيحب الاهلي وهو اهلاوي، وعاوز يصالح جمهور الاهلي، وعاوز يصالح كابتن بيبو ومحمود الخطيب. وده كلام بعض جمهور الزمالك، اللي هو اقسم بالله العظيم سبب من اسباب فشل الزمالك. اللي هو احنا بنرمي تبريرات للاعيبتنا قبل اي مباراة مهمة، خاصة مباراة الاهلي. في اي مباراة قدام الاهلي لازم قبلها نرمي تبريرات. كسبنا يبقى احنا تحدينا الصعوبات وتحدينا العالم وكسبنا. طب خسرنا، ننزل يا معلم بالتبريرات وقول بقى زي ما انت عاوز. مؤامرات، ناس بتحاربنا، اصل تركي آل الشيخ عاوز الاهلي يكسب عشان هو اهلاوي وبيفرح، اصل هو بيدي الحكام وبيرشيهم زي مباراة الكاس. رغم ان مباراة الكاس كلنا اتفرجنا عليها شفناها بعينينا، الاهلي والزمالك ما تقدرش تقول مين كان افضل، ولكن الاهلي تفوق بقيادة مارسيل كولر في النهاية بعد ما عمل شوية التحبيشة بتاعته اللي هي التبديلات. ولكن انت كزمالك عملت ايه في المباراة اصلا؟ هتقول لي استحواذ، اقول لك طز، ولا عملت، ولا ده هو مارسيل كولر اللي سايبك. هتقول لي جون اوف سايت لامام عاشور، هقول لك مش اوف سايت وكلنا شفناه، وكعب عبد الله السعيد مغطي. وقول زي ما انت عاوز تقول، فما فيش تسلل خالص وهدف صحيح مليون المية. ولكن سيبك من كل ده، عاوز تكسب انزل الملعب، خليك راجل واكسب. وانت كمشجع او احنا كجمهور دورنا اننا ندعم الفريق ونكون سبوت قوي جدا في ظهره. ولكن احنا كده يا معلم مش بندعمه، احنا كده بنرمي لهم تبريرات للفشل. ارمي فشل علشان اللعيبه يبقى عندها من جواها عادي. كسبنا الجمهور هيقول يا كسبنا وعادي، وايه الدنيا هتعدي. طب خسرنا عادي برضه هتعدي، وهيقولوا علينا مؤامرات وخسرنا، وشيكابالا هيروح يشاور للجمهور ويقول لهم ساعات، والجو الايه التعبان اللي ملوش لازمه ده. فبعض جمهور الزمالك بيحبوا الجو ده، ودايما يحبوا يعيشوا في جو المؤامرات وجو المظلوميه. لكن لو هنيجي نبص للواقع، لا في مؤامرات ولا في مظلوميه. عاوز تكسب انزل ارض الملعب واكسب والعب راجل. لكن جو المؤامرات والتبريرات الفشل ده هتخلينا زي ما احنا على طول، ولا هنشوف اي مكسب. وكفايه بقى مؤامره لحد كده.